يا مساء النور والسعادة على السكر الزيادة على أجمل أخوات في الدنيا. هقول لكم بقى لما يكون في عزومة هتعملوا إيه. اللحمة دي متبلة قبلها بيوم زي ما انتم شايفين، وتبلت اللحمة المشوية قبل كده معاكم، طبعا انتوا عارفين الطريقة ماشي. ففي ناس طلبوا مني الكفتة المشوية تاني، يعني ده ربع كيلو من اللحمة، مش عايزين هما أي إضافات خالص، يعني دي جزء من الدهون، دي دهنة ضاني. هننزل دي بصله مبشوره، فلفل اخضر متقطع مكعبات، وطماطم. خلاص. وبعد كده هنعمل ايه بقى عشان ما تفكش مننا؟ هننزل بمعلقتين من البقسماط البودر، ادي معلقه ودي معلقه، تمام كده. وبعد كده هننزل بالبقدونس. التوابل بتاعتنا ملح وفلفل وكمون وشويه كزبره ناشفه وشويه زعتر، وبعد كده معلقه من الزيت عشان دي فيها دهون، ادي معلقه صغيره علشان ننجز بقى وتبقى كل حاجه واقفه على الشوي في الجريل والفحمايه، وتبقى اجمل عزومه. شايفين عشان هي متبله من امبارح وعليها شويه خل، طريت ازاي؟ متبلاها بايه بقى؟ بصله مبشوره وطماطمايه. بدخلها تستوي دلوقتي في الفرن ونغطيها بالفويل على البخار، وبعد كده ما توقفش غير على الشوي. وبعد كده هنوزع حته ضاني كده، دهنه ضاني. الدهنه الضاني دي بدل الزيت، هنغطيها تستوي على البخار بتاع الفرن على درجه حراره عاليه. ودي الفراخ استوت خالص، هنسيبها برضو على ايه؟ على الفحم. هنشيلها دلوقتي، هتتشال وتتغطى بفويل عشان ما تبردش مننا. يعني دي استوت خالص، هنسيبها على الفحم زي ما انتوا شايفين، ما شاء الله استوت برضو على البخار. وانتوا عارفين التتبيله بتاعت الفراخ، التتبيله بتاعتي مش بتختلف زي ما هي. فانا بديكوا فكره حلوه لو عندكم عزومه ومستعجلين تعملوا ايه. يعني البوتاجاز او الطاسه او اي حاجه ايه مش بتلزق، هتشوي عليها اللحوم. هنسيبها بقى خالص كده، يبقى هنخلي الشوي على الفحم وبس. لما تقرب الضيوف بقى كده تطلعي الحاجات اللي انت مغطياها، يبقى على الشوي وبس، وكده يبقى انت انجزتي في الاكل، يتعمل بسرعه. بلينا ايدينا الزيت كده ماشي. وبعد كده البصل، ميه البصل والطماطم. بعد كده ميه البصل، والله الواحد محتار نفتح محل ايه ولا ايه ولا ايه. بصوا يعني ما شاء الله كل حاجه بقت سهله زي المحلات بالظبط. ليه يعني نصرف فلوس كتير جدا؟ طب ما نعمل كل حاجه في بيتنا احسن. لازم العصيان تتحط يعني واحنا شغالين يعني في الحاجه وتحضير التوابل، تتحط كده 10 دقايق في الميه عشان تطرى وما تتكسرش معانا واحنا بنشوي. شويه من الزيت، حته دهنه ضاني ضاني ضاني، بسم الله. وبعد كده نوطي النار.
اما ضيوفنا تقرب تيجي بنبتدي نشوي زي ما انا وريتكم الفيديو من الاول. بنجهز الحاجه ويا دوبك بتبقى على الشمع. خلاص كده ما بتتقلبش، يعني بعد دقيقتين بالظبط هنقلب كده. شايفين الجمال والحلاوه ولا الريحه بقى؟ ريحه الحاتي. ندلع نفسنا بقى قبل شهر رمضان. واو. جايبه هنشوي اللحمه على طول بعد الكفته. اتشوت اللحمه او اتشوت بالبخار بتاع الفرن الاول، هنحطها بقى في الجريل. استوت وبقت جميله ازاي يا دوبك على الشوي بس لما تقرب ضيوفنا زي ما انا قلت لكم. واللي الضاني دي برضو عامله شغل حلو قوي. لما تكوني عايزه تخلصي بسرعه الاكل او الشوي يبقى البوتاجاز والبوتاجاز من فوق. هنحط بقى للشوي على طول. يا رب الفيديو يعجبكم النهارده وتعجبكم الافكار الجميله. ومفيش حاجه اسمها حاجه صعبه علينا ولا مستحيله. باذن ربنا كده وباذن الله بتعرفوا تعملوا كل حاجه في قلب البيت بطريقه سهله ومبسطه، بطريقه المطاعم كمان واحسن. اوعي تنسوا اللايك والشير والاشتراك في القناه. اشوفكم بكل خير. باي.